عسلامتكم، شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحتكم تكون لاباس. اليوم جيتكم بروتين جديد. هو ماهوش روتين، اما تنجم تقولوا هذايا الروتين اللي انا نعتمده وقت اللي يجوني ضياف ولا يبدا عندي مناسبه خاصه في داري. معناها انا باش نعمل حاجه حاجه سبيسيال في داري، معناها تو سامبلومون. اول حاجه باش نعطيكم البنات شنو الحاجات اللي انا نتبعها، الخطوات الاولى اللي انا نتبعها باش تنجح لي السهريه نتاعي والضيافه نتاعي تخرج مزيانه، وباش انا ما ندخلش بعضي ونجم نحضر كل شيء كيما انا نحب وكل شيء تعدى سافا. فأول حاجة نعملها البنات كيما اليوم عندي ضياف، نجبد الكاري متاعي قبل بنهار، نقيد شنو الحاجات اللي انا باش نطيبها كلها، ونشوف شنو عندي وشنو ما عنديش في الدار. كل حاجة قررت اني نعملها نشوف مكوناتها الكل لازم تكون عندي في الدار. كي نلقاها عندي سي نفاليدي انها سي بون هذيك باش نطيبها باهي، ومن بعد نحط الليسته نتاعي قدامي ونبدا المرحله الثانيه نقول انا باش نطيب الاول وانا الاخر بالاولويات. اللي يحضر الاول ويحب انه يقعد ويرتاح نهار كامل باش يزيد يبنان خليه نطيبه الاول، والحاجات اللي لازمها تتاكل سخونه اخليها للاخر. واول حاجه بديت بها هي التيراميسو. اول حاجه نستحقوها هي 3 عظم قهوه. تحبوا قهوه متاع كافيتير ولا قهوه نسكافيه تحلوها في الماء سخون مش مشكله، وعلى كل عظمه تعملوا عليها مغرفه كبيره سكر، مش كبيره برشا مكومه، ما مغرفه سافا متاع ماكله يعني معبيه. انا عملت سكر محور، واللي يحب يعمل سكر عادي نجم، وبيان سور البسكوي متاع التيراميسو هاكا معروف، وجبن فيلادلفيا وينجم يعوضوه بجبن ناتوريل، وانا زدته شويه جبن ناتوريل، حكيت مغرفتين كبار مع جبن فيلادلفيا وجبن التيراميسو. موجود راه في تونس ومكتوب عليه واصلا مصور عليه تصويره يعني موجود. ونستعملوا باش نستعملوا شوكولا اون بودر اكلي تبدا سون سكر، يعني شوكولا المره هذيك سون سكر. ثم شوكولا نوار بودر هذيك تبدا مكتوبه كاريمون شوكولا نوار اون بودر، اما انا ما لقيتهاش مسا ناخذ فيها وما لقيتهاش، خذيت الماركه هذيا وماهيش خايبه زاده. حسيلو نفرقوا الاصفر البيض على الابيض البيض ونركضوا ونقسموا السكر ما بيناتهم، اما الاكثر نحطوا السكر مع الاصفر البيض اكثر من السكر مع الابيض البيض، خاطر الاصفر نتاع البيض يحب برشا سكر كي تركب في تخدم لك خير كي يبدا معها بزيت سكر، والاصفر نتاع والابيض نتاع البيض نورمال كي تركب بشويه سكر يتركب ويطلع بطبيعته، حتى باش السكر يطلع جوست يستحق شويه خدمه وكاهو. حسيلو قسمت السكر لكثرية السكر حطيته مع الاصفر نتاع البيض، وحطيت مع الابيض نتاع البيض شويه ملح، قرصه صغيره فريمون قرصه صغيره ملح، وتركض كل حاجه وحدها لين العظم الابيض. اول حاجه عملت العظم الاصفر ركفته، انا البنات ما نحبش مطعم العظم نجملها في الماكله، بما انه التيراميسو ذي يحتاج العظم ني يعني يتركب ويتحط فيه. ثم طريقه عجبتني على الاخر يستعملوها طباخين الكبار، عجبتني بالكدا جربتها وياسر تحفونه. ما تخليش الريحه الزفره هذيك نتاع العظم، تمشي تاخذ تعمل بان ماري في فوق الغاز، دوب ما يسخن الماء شويه، دوب ما يسخن ما تخليوش لين يولي يغلي، تحط عليه الصحفه نتاعك اللي انت حاطه فيها الخليط هذايا الاصفر نتاع البيض والسكر، وتقعد تحرك فيها الكورديان حتى لين يذوبك السكر كله ويبيض الكورديان هذيك نتاعك، واصلا مطعمها هي محلاه وكل شيء يحلى وتولي ما فيهش مطعم العظم. هذه طريقة معتمدة تحفونها على الاخر وعجبتني، وليت ديما نعملها. انا كي نعمل تيراميسو نعملها على خاطر ما نتبننش ريحة البيض فيها، وزيد نؤمن انه البيض بالحق تضرب بالكدا وطاب. هم يقولك البيض كي تضرب مع السكر بركة يطيب معناها، اما انا باش نقطع شك وباش ما نخليش مطعم البيض جملة عملت الطريقة هذه اللي هي تحفونها على الاخر. بعد مشيت للابيض البيض ركفته بالكدا زيدا مع الاصفر ومع السكر والقرص الملح، وبعد خذيت الجبونات، تاخذ جبن نتاع التيراميسو وجبن الفيلادلفيا وزوز مغرف جبن ناتوريل اللي زدتهم، وتركضهم الكل مع بعضهم. ديما البنات الاصفر نتاع العظم تركضوا ديما مع الجبونات، والابيض بعد تزيدوا زياده تنشوفوها.
والبنات بالنسبة للجبن كيما تحب انت تحب تعمل فيلادلفيا اكا وكان عندك مع جبن نتاع الماسكاربون، جبن الماسكاربون هذاك نتاع التيراميسو وحده سي بون. اما اذا كنت تحب تزيد تعقد اكثر ولا تكثر شويه في الكونتيتي كيف ما انا مثلا نعمل عظمتين نعمل عليهم واحده جبن فيلادلفيا 125 غرام ونعمل فيها نعمل معها حكه ماسكاربون هذيك الصغيره. اما بما انه عندي ضيف كل شيء زدت عظمه على عظمتين هذوك يعني عملت 3 عظم وزدت مغرفتين ابار الجبن ذيك نتاعي والماسكاربون زدت مغرفتين جبن ناتوريل واحد اخر باش يزيد يعقدها اكثر. والجبنات البنات كي تحطي مختار جبن قوي يعني كاسح صوليد شويه على خاطر هي تحب الجبن الكاسح شويه الناتوريل الكاسح شويه باش بعد كي تخليها تبرد في عقلها وكل شيء يجيك الخليط متجانس وهكا يابس وكل شيء يعني يشد روحه ويبداو كطبقات ظاهرين هكا فيها يعني من المستحسن هكاك تعمل. كهوا كيما تراو معناها خلطت الاصفر نتاع البيض مع السكر وكل شيء وحاجتهم الكل مع بعضهم مع الجبونات وخدمتهم مع بعضهم. والبنات راهو يلزم الماسكاربون ما اقلش من 4 سوايع ترتاح باش تعطيك بعد الريزولتا اللي نحنا نحبوا عليها وتجي هكا فيها طبقات وتجي كيسحه كل شيء. من المستحسن 4 معناها تخليها ما اقلش من 4 سوايع ترتاح. والبنات كي تبداو تركضوها ماذا بيكم الاصفر نتاع العظم وجبونات نورمال كي تركضهم بالماكينه هكاكا ما يصير حتى شيء وبالعكس خير تجي يجنس الخليط كله مع بعضه وكان ثم كعابر ولا حاجه يتحلوا. اما كي تجيو باش تحطوا ابيض البيض ماذا بيكم بالسباتول بشويه من فوق اللوطه تهز وتحط. انا هوني قاعده نفسر لكم على خاطر مش في بالي باش نهبط طول الكلام بعد بدلت اوديو كل شيء خاطر ياسر حس لبرا. أصير قعدت نحكي جيبه ما عندي هكاك وحدي. قهوة توا تخلط هذيك هكاك وبعد زيت كيما قلت لكم ابيض البيض بشوي من غير ما تكسر البنات. انا نسيت ما زدتش ماك جبن ناتوريل هذيك كعبتين مغرفتين كبار. اش عملت او اصريت اني نزيدهم بصراحه على خاطر يلزمني نزيد باش يجيب لي خاطر جبن هذاك الناتوريل نتاع كارفور تحفون على الاخر هكا شاد روحه وكل شيء وبنين اصلا يبنن معناتها تيراميسو على الاخر. انا اش عملت تو تشوفوا من بعد كي نسيت زدت مغرفتين في الاخر في الصحفه الاخرى الصغيره وركزتهم بركافه كي بالكدا وبعد زدتهم معناها ما فما حتى مشكله وجات تحفونه وكل شيء. انتم ماذا بكم معناها تحطوا كل شيء مع بعض وجبونات وكل شيء وكما قلت لكم كان تنساو حاجه ولا جبن يبدا كاسح شويه تنساوه ما تحطوش هكاك طول بعد ما تعودوا تبداو حطيتوا صي الجبن الابيض نتاع العظم توليو واش تعملوا ترحيوها ضربه باهيه وكل شيء باش تحلوه شويه وبعد تزيدوه ما فماش حتى مشكله. كهوه كما تراو. ومن بعد البنات مشيت البسكوي نتاعي ناخذ بالكعبه نغطسها في القهوه وتحاولوا كيفاش تنسقوها نتوما وتذوقوها كي بالكدا باش تجي مزيانه وكل شيء وتبدا تظهر كي من اللوطه وتغطسوها ما تخليوش لين برشا تغطس وتحطوها طول تهزوها. وماذا بيكم القهوه تكون بارده بالطبيعه. انا القهوه نتاعي عملتها قهوه نتاع كافيتير عاديه وبعد زدتها مغرفه حليب مركز مغرفه برك علاش في العاده كيما قلت لكم ما نستعملش برشا الحليب المركز اما بما انها نتاع فيها قلت خلينا نحليها بالكدا وكل شيء وزيد الحليب المركز بنين برشا مع القهوه فزدت مغرفه برك حليب مركز باش يزيد يحلي القهوه شويه ومنها يخفف شويه خاطرها نتاع سهريه باش ما تجيش قويه برشا. وكهو البنات تقعدوا كي تعملوا ماذا بكم هكاك كل طبقة فرد مرة تعملوها مع بعضها. اللي يحب يقدم كفينا في الكيسان يقدم في ديكوب كي حلوين والا اللي خاطر انا نعرف كنت العباد اللي جايين قداش مستحقيه من كاس فاستعملت هكايا خير ازين واحلى. واللي يحب يعمل هكا في طبق يكون مزيان وكل شيء باللار ولا حاجه يكون مزيان ويظهر هكا الطبقات المزيانين وكل شيء اللي بعد باش يطلعوا زاد ما حتى مشكله ينجم يقدم كيما هو.
وحاجة أخرى البنات اللي عندها طرف زينة مثلا طرف فاكهة كي مهروشة بمعنى مخصوصة بالجويد، وإلا عندها طريف شوكولاتة وكل شيء معناها تنجم تقص أطراف جويدة ولا حاجة، تنجم تزينها ما بين طبقات زايدة ما ثماش حتى مشكلة، تزيد تبنن وأحلى وكل شيء. وأنا وراو البنات وهني قاعدة نقولكم، هني نتذكر شني قاعدة نقول قاعدة نقولكم ردوا بالكم ماذا بيكم ما تحطوش ما تزينوش البودر متاع الشوكولا فوق التيراميسو قبل ما وانتم معناها مازلتوا باش تخليوه يرتاح. ماذا بيكم البودر متاع الشوكولا تتحط اخر لحظه كي تجوا باش تقدموا، كي تخرجوها من الفريجيدير وقتها تزينوها بالبودر وكل شيء. علاش انا هذه عملتها لكم جوست للتصوير، قلت مشيش بعد نتلهي وكل شيء ونقعد ليا في حاجه اخرى وما نصور لكم مش معناها تيراميسو في الاخر كيفاش ظهر. والحمد لله اني عملت معناها وعملت لكم حتى واحده، على خاطر بعد بالرسمي تلهيت وما نجمتش نكمل في الاخر نصور لكم، تلهيت مع ضيفي كل شيء ما نجمتش. ف ماذا بيكم البودر في الاخر بالكل تعملوها باش بعد الشوكولاته يقعد منظرها مزيان، ما تبدا تتبلش وكل شيء وعلى جناب تتبل كيما هذيا بعد على جناب تتبل وكل شيء وما تجيش حلوه مزيانه في المنظر، حتى المطعم تاع الشوكولاته ما يجيش بنين. ماذا بيكم شوكولاته في الاخر بالكل تحطها تزينها، وهذيك الكوب هكا زينتو باش نوريهولكم كيفاش، والطبقات يبداو مزيانين محليهم ظاهرين وجات بنينه بنينه بنينه. ومن بعد البنات تغطيو التيراميسو نتاعكم بالبابي فيلم ولا اي حاجه تغطيوها باش ما تتخلطش الروايح في الفريجيدير ولا ريحته تتبدل مطعم ويتبدل وكل شيء. فماذا بكم تغطيوها وكل شيء وتخليوه يرتاح في عقله حتى نهار كامل، حتى يعني لاخر النهار في السهر ينجبدوه وكل شيء. مشيت من بعد للحم نتاعي، انا باش نعمل اللحم مشوي باش نعمله في البغوشيت هذوكم اللوح. فاش عملت قلت ثم شكون اللي يعملوا عادي يعني جست طرف فلفل اكحل وملح ويعملوا، اما انا حبيت المره دي نعملوا هكا مفواحه بالكدا وكل شيء. عملت له شويه فلفل احمر، شويه فلفل اكحل، شويه كركم، شويه تابل، وحتى من كل حاجه شويه، يعني حكيت مغرفه نتاع قهوه. الا الكليل والزعتر المرحي، عندي كليل والزعتر المرحي حطيت نجموا تقولوا مغرفه نتاع ماكله، يعني حطيت بزيت شويه خاطر اللحم المشوي يحب الكليل والزعتر كما تراو هكاكا. ومن بعد البنات نلبس، راينا ما عنديش لي كون هذوكم الرهيفين، خذيت ساك كونجيلاسيون يعني صحيه وكل شيء، تحطها في يدك وتقعد هكا تدخل فيهم في بعضهم، تحاول تدخل كل فحات الكوليكا في اللحم بالكدا بالكدا. اللي يحب يعمل شويه ثوم يعمل، انا عملت ثوم شايح. اللي يحب يعمل فيها كعبات ثوم هكا مرحيين وكل شيء يعمل، فماش حتى مشكله ما يجيبنين وكل شيء. دخلتهم بالكدا ومن بعد غطيته وحطيته زاده في الفريجيدير باش يتريكل ويقعد يشرب الفحم نتاعو في عقله. باهي البنات من بعد مشيت باش نحضر الصوص نتاع المقرونه المحشيه بالحام المفروم. الصوص خفيت الطماطم، خفيت شويه معناها طماطم، باش نعمل نص طماطم عاديه ونص طماطم مركزه. الطماطم هذيك غسلتها بالكدا وجرحتها هكاك وصبيت عليها الماء سخون، وبعد ما صبيت عليها الماء سخون ما تخليهاش تغلي، تصب عليها الماء سخون وبعد تمشي تخليها دقيقتين، وبعد تمشي تصب عليها الماء البارد نتاع السبيله باش يكسرك السخونه هذيك السخانه هذيك نتاع الماء سخون، وبعد تشد فيسع بسهوله تامه، تنحي تقشرها، يتقشر معاك تمشي معاك القشره بالكدا كيما شفتوها نظيفه وكل شيء نورمال. حتى كي نقعدوا شويه قشوره ثم حتى مشكله، احنا نحاولوا نحيوا القشور هكاك يعني من الاحسن انها تكون نظيفه من كل شيء. وبعد نحيت لها القلوب نتاعها نسيت شنو اسمها الزريرع يعني نتاعهم، وبعد حطيتها تطيب مع شويه بصل وشويه اعظم والحم، هو باش يسيب القوم تاعو الغايه منه بعد باش نحيه. وحاجه اخرى البنات اونتر بارونتيز، كوجينتك ماذا بيك تخليها نظيفه. شوف انا توا معناها اللي قمت نطيب ويتيح الماعون يتيح نغسل ونشيح ونرجع، ماذا بيكم هكاك البنات راهو بعد والله تتعبوا ويجيو بعد كذيافك وتبدا انت فرحانه بيهم ومتوحشتهم وتبدا ماذا بيك تقعد معاهم وكل شيء، حتى الروندمون تاعك ينقص، تبدا شويه لاهيه معاهم وتطيب.
ماكش تبدا كيما الصباح اكتيف هكا وتجري وكل شيء. فماذا بيكم تطيب من هوني، تغسل من هوني، تشيح وترجع، تحاول تنقص عليك لو ماكسيموم، خاطر بعد باش يتيح الماعون وكل شيء ودرستيك توحل فيه، فهمت؟ ما تشبعش بهم عائلتك وكل شيء. فماذا بيك تنقص على روحك كيما قلت لكم، كوجينك تخليها نظيفه حتى انت تبدا تخدم مرتاحه واليز على الاخر. باهي نرجعوا للصوص. الصوص حطيت لها عندي شويه عظم، ريت اللحم هذاك الهبره نحيته، قعد لي شويه على العظم هذاك ما نطيشوش. زدتوا لك الصوص نتاع اللي قاعده الطيب هذيك نتاع المقرونه، خاطر المقرونه باش نعملها باللحم المفروم محشيه، فقلت علاش ليه نزيد نبنن الصوص بالعظم نتاع اللحم معناه هذاك علاش. اما تنجم راي صوص طيبها بلاش حتى شيء، خاطر بطبيعتها هي باش تطيب من بعد مع اللحم المفروم، ما فماش حتى مشكله معناه. ومن بعد مشيت للحم نتاعي قسيته اللي ديجا فوحته قلت لكم وخليته يرتاح وكل شيء يشرب الفاح نتاعو. قصيتوا كل شيء تريفات. ماذا بكم البنات كي تجيو تقصوها تنزلوا عليها الكعبه، يعني تفطروها وتقصوها بطريقه انها تكون جويده شويه وتحطوها كيف تحطوها بطريقه انها تكون مسطحه شويه باش كي تجيو تطيبوها تطيب لكم في ساعه، ما تبداش مكعبره الكعبه وكل شيء. واذا كان ثم كعبه مشحمه زايده تحاولوا تنظفوها، حاسيلوا فيها تكنيك صغيره هذيا يلزمكم تريقلوها باش في البنه تجي بنينه وتطيب من داخل بالكدا، وحتى في المنظر تجي مش خايبه زاده باهيه. تنظموها وكما تشوفوا فيا هكاك نبدا نحل فيهم هكاك باش اللحم يطيب بالكدا. الخضره ما هيش مشكله كي تجي هكا مش طايبه على الاخر تجي تتقرمش بنينه تجي مع اللحم، اما اللحم ماذا بكم ما تحلوه وكل شيء تسطحوه باش يجي بنين. باهي انا البنات الصوص نتاعي زدتها راني الرند وهي قاعده تطيب كعب، بصلتين صغيرين واللي عندها بصله كبيره تحط، وزدتها الرند وشويه تابل وشويه تابل نكته وكها وخليتها تطيب. وبعد نحيتك اللحم العظم هذاك نتاع اللحم وثم شويه اللحم خليته ونحيت العظم ورحيته. ومن بعد زدتها شويه فلفل اكحل وزدتها حبق مرحي وكهوه وخليتها وشويه زيتونه بيان سور وخليتها تطيب معناها في عقلها شويه دوبا ما تاخذ غلوه، يعني تبقبق شويه وطفيت عليها طول، يعني ما قعدتش من بعد تطيب برشا على خاطر هي مازالت باش تطيب مره اخرى مع المقرونه وكل شيء. ورجعت للبغوشات نتاعي وكريقل فيهم عملتهم بالبصل وشامبينيون والبنات راهو يجيو بنين على الاخر بالطوماط سيريز يجيو بنين على الاخر فيه. انا ما كفانيش الوقت خساره باش نخرج نشري، قلت نمشي نشري ونعملها، ما كفانيش الوقت الله غالب تجي مزيانه. جربوها بالطوماط سيريز. وباش نقول لكم سامحوني على الديكالاج نتاع الصوت على خاطر صورت في الليل سجلت في الليل صوتي وثم اللي سجلتهم ديجا من الصباح، فثم ديكالاج صغير نتاع صوت الله غالب سامحوني. كنت باش نهبط فيديو طويل يعني فيه معناش طيبت النهار الكل على طول النهار يخرجني الفيديو ياسر طويل وما حبش يتصاب لي فاق باش نقسمه. كي جيت باش نقسم صار كديكالاج نتاع الصوت، دونك سامحوني على الاصوات، كل مره صوتي يطلع صوتي يهبط. حسيلو نرجعوا توا. حضرت البغوشات وكل شيء كما تراو، وسعت عليهم بالي تقعد تنزل عليهم كما قلت لكم وتختاروهم هما ضرم نايم مزيان على الاخر جا تاو. وبعد البنات زدت ظهر لي باش نزيد شويه كمونيه. الكمونيه ثم شكون يحب الماكله ياكل الماكله مسوسه ولا يخير انه ياكل الماكله شويه مسوسه، فباش ما يقعدش ما ياكلش وكل شيء عملته انا ملحته. الكمونيه عملتها بلاش ملح جمله. وشنية الاستيوس اللي فيها الكمونية البنات باش تجيك خفيفة وبنينة. الكبدة هي معروفة انها قوية، سورتو كبدة العلوش ولا البقري قوية. وش نعملوا لها؟ نحطوها نقصوها تريفات ونسخنوا ماء سخون على الاخر يغلي وتصبها فوقها، هي وقتها تتكمش تخرجك الدم نتاعها الجامد، وقتها انت تسقطرها طول ما تحطهاش تغلي، تسقطرها شوية تنزل عليها بالمغرفة باش يخرجك الدم الجامد الكروته وتراوه كيفاش يخرج، تسقطرها وتغسلها وكهوة وترجع تحطها تتقلى مع اللحم وتفوحها وتحطها تطيب على روحها. ان شاء الله نهار ونعملها لكم بالتفصيل الممل كيفاش نعملها. وهكاك وجه وظيفي حضرت التاي قصيت على خليت كل شيء يطيب معنا.
وكهو قعدت معاهم وكل شيء. والبنات باش نعطيكم لمحه صغيره كما قلت لكم، عملت بريك دانوني يجي بنين على الاخر. في الجزء الثاني بصراحه قلت انا ما كما قلت لكم عملت راني على اساس فيديو كامل، قلت لازمني نعملو. احنا كليناه الكل رانا في العشاء، اما فضلي شويه حاجه ومن غدوه معناها كيما غدوه قمت وعملت زدت عملت العجينه وعملته مره اخرى، عملته لكم بالديتاي والله على خاطركم. قلت كي واحد يهبط هكا فيديو ولا باش نهبط لكم عزومه كامله، نهبطها لكم كامله باش الناس تستفاد منها وتكون فيديو كامل جامل. حسيلو ان شاء الله الجزء الثاني نوريكم، وبوتيتر نخمم اني نهبط كان روسيت دو روسيت ولا الروسيت الوحيده اللي قعدت نتاع بريك دانوني نهبطها هي، وان شاء الله يطلع عجبكم. حسيلو الفيديو ويعجبكم التقديم نتاعي والبريزونطاسيون، وما تنساوش تشجعوني باللايك نتاعكم اذا كان عجبتكم الشين ابونيو فيها، ونقول لكم على بروشين ان شاء الله. بسلامه.